ازيكم؟ انا مارينا ودي الحلقة التانية من بودكاست العشرينات. قبل ما ابتدي بفكركم تعملوا سبسكرايب لو عايزين تشوفوا بقية الحلقات اللي هتنزل، ولو عجبكم الفيديو في الاخر اعملوا لايك. حلقة النهاردة بتكلم عن الثقة بالنفس وان احنا ازاي نكون واثقين في نفسنا اكتر. حتى لو انا دلوقتي مش واثقة في نفسي قوي، ازاي ان انا اوصل للمرحلة دي او ان انا ابتدي احسن من نفسي في نقطة الثقة بالنفس دي واحدة واحدة. اول حاجة، الثقة دي احساس داخلي زيه زي ان احنا نبقى مبسوطين، ان احنا نبقى متضايقين. احنا دايما بنفتكر ان احاسيسنا من جوانا زي الثقة مثلا ده بيحصل بسبب عوامل خارجية، او ان لما في حاجة هتحصل من ناس حواليا او مواقف حواليا ساعتها انا هثق في نفسي. مع ان الحقيقة هو العكس خالص، وده كلام انا بقوله لانه وانا صغيرة شوية كنت فاكرة انه ثقتي معتمدة مش عليا انا، لا على الناس اللي برايا. مع ان انا من الناس اللي ما كانش عندها مشاكل بالثقة بالنفس عموما من وانا صغيرة، بس هو ده كان طريقة تفكيري. انا كنت واثقة في نفسي بس كنت فاكرة ان ثقتي بنفسي دي جاية من حاجات بره بعملها او من اهتمام بيجيلي من اشخاص معينة مثلا حواليا، وده كان بيأثر عليا لانه ساعات لما حاجة من العوامل الخارجية دي بتتغير انا ثقتي بنفسي بتبدأ ان هي تتهز او ان انا ابتدي اشكك فيها، وده وانا شخص واثق في نفسه. فمش قادرة اتخيل لو حد بقى ما عندوش اصلا ثقة بالنفس هيبقى ايه احساسه في الوقت ده. وهقول لكم ايه اللي خلاني من وانا صغيرة واثقة في نفسي، بس قبل ما ابتدي خليني احكي لكم موقف من المواقف اللي حصلت معايا مؤخرا. حد جه قال لي انه يمكن انا مشكلتي ان انا واثقه في نفسي بزياده، فساعتها انا الصراحه ضحكت، مش سخريه ولا حاجه، ضحكت لانه انا اتبسطت ان هو شايف ان انا واثقه في نفسي زياده. بس انا الصراحه مش شايفه ان دي مشكله. انا خدت من الكلام الجزء اللي عجبني واللي انا شايفه ان هو صح، وسبت الجزء اللي هو الصراحة انا مش شايفة ان هو صح. ودي في الاخر وجهات نظر ودي وجهة نظري، وده هو اول درس عايزاكم ان انتوا تتعلموه عشان تبقوا واثقين في نفسكم. ما تاخدوش ثقتكم في نفسكم من اراء الناس اللي حواليكم، ولو في اراء حواليكم بتتقال لكم من غير ما انتوا تطلبوها، خدوا منها اللي انتوا شايفينه صح وسيبوا اللي انتوا مش شايفينه صح. ما تخلوهوش ان هو يأثر عليكم. بس وانتوا بتعملوا كده عايزاكم ان انتوا تبقوا صريحين مع نفسكم. يعني بجد انتوا لازم تبقوا اكتر ناس صراحة مع نفسكم، ومش تجادج نفسكم يعني بطريقة وحشة او ان انتوا تحكموا على نفسكم بطريقة وحشة، بس انه ان انتوا تدوا نفسكم التقييم العادل، يعني اللي هو الحاجة اللي انتوا فعلا تستحقوها في الوقت الحالي. لانه عادي انا مثلا لو انا قيمت نفسي ان انا دلوقتي يعني مش احسن حاجة، او مثلا ان انا دلوقتي ما عنديش الصفات اللي انا بحلم ان انا تكون عندي، ده مش معناها انه ده انا على طول، او ده مش معناه ان ده هتبقى حاجة لازقة فيا. ده مجرد تقييمي لذاتي دلوقتي في اللحظة دي، وانا بعمله علشان احسن من نفسي مش عشان اضايق نفسي. تاني نقطة بقى هتكلم فيها، وهي حاجة ممكن ان هي ما تجيش في بال ناس كتير، بس ان انتوا تلعبوا رياضة. هتقولي ايه علاقة الرياضة؟ مبدئيا السبب اللي خلاني عندي ثقة في نفسي من وانا صغيرة هي ان انا كنت بلعب رياضه، ومامتي وبابايا كانوا واخدينها يعني بشكل جد قوي، واحنا كنا واخدينها كلنا يعني بشكل جد قوي، يعني ما كانتش مجرد حاجه هوايه او فور فن. طيب ايه علاقه الرياضه بالثقه بالنفس؟ اولا الرياضه بتحطكم في مواقف صعبه وانتوا لازم هتتعاملوا معاها، ودي اول نقطة هتعلمكم ان انتوا هتقابلوا ناس هترخم عليكم من غير سبب، وهتحاول ان هي تهدكوا وتقلل ثقتكم من نفسكم، وانتوا لازم هتتعاملوا مع الناس دي من وانتوا صغيرين. فده اول حاجة. تاني حاجة، الرياضة هتظبط شكل البوستشر بتاعتكم او الوقفة بتاعتنا، ده من الناحية الخارجية. من الناحية بقى الداخلية بتحسن جدا في نفسيتكم فعلا اي حد بيعمل رياضة. وانا ما اقصدش يعني بالرياضة ان انتوا تروحوا تعملوا حاجة صعبة لو انتوا ما كنتوش رياضيين طول حياتكم، بس ممكن انكم كل يوم تصحوا شوية بدري وتنزلوا تتمشوا مثلا نص ساعة ساعة على حسب كل واحد وقته يسمح له ان هو يعمل ايه. ممكن مثلا لو الصبح مش قادرين تصحوا بدري اعملوها بالليل. حاولوا بس ان انتوا كل يوم تحطوا في يومكم جزء ده اللي انتوا هتعملوا فيه الرياضة، وانتوا بتعملوا فيه الرياضة اللي هي هتتمشوا فيها او هتجروا فيها او ايا كان. ممكن تسمعوا حاجة، لو عايزين في ايام تسمعوا اغاني عادي، دي برضو حاجة حلوة لان هي هتحسن من مزاجكم والمود بتاعكم. لو عايزين ان انتوا تستفادوا اكتر بالوقت ده، ودي نقطة انا هتكلم فيها بعد كده، ممكن ان انتوا تبدأوا تسمعوا لبودكاست او اوديو بوكس اللي هي الكتب المقروءة اللي بتبقى موجودة مثلا،
علشان ان انتوا تبقوا بدل ما بتعملوا حاجة واحدة بس في الوقت ده بتستفادوا منها، تبقوا بتستفادوا من ناحيتين. وده هياخدني لتالت نقطة. تالت نقطة بقى، علشان نكون واثقين في نفسنا لازم ان احنا يبقى عندنا معلومات، لازم ان احنا نبقى ناس مثقفين. معلومات مثلا ممكن تكون من ناحية المجال بتاعكو، دي لازم وأساسية وما فيهاش جدال. ان انتوا بس مش بتبقوا لو بتشتغلوا شغلانه ان انتوا بس تبقوا عارفين الحاجات اليوميه اللي انتوا بتعملوها في يومكم، لا، تبقوا عندكم كمان معلومات عامه عن المجال واللي بيحصل فيه والتطورات بتاعته. زمان كان اللي بيقعد يذاكر طول حياته كان اللي بيدرس طب، دلوقتي في تطورات في كل المجالات، لازم ان انتوا دايما تعرفوا الابديت وتبقوا يعني على درايه بيها او عندكم معلومات. مش هقولكم يعني تعرفوا كل حاجه، بس تبقوا على الاقل عندكم فكره باللي بيحصل حواليكم في المجال بتاعكم. وده من ناحيه المجال بتاعنا. في بقى من ناحيه العالم عامة، ايه اللي بيحصل في الدنيا، مين الناس اللي مسؤولة عن الدولة، ايه البلاد اللي حوالينا، ايه المشاكل اللي بتحصل فيها، ازاي ده ممكن يأثر على البلد بتاعتنا، تغير المناخ، ايه يعني تغير المناخ وايه اللي بيحصل فيه. لان كل الحاجات دي غير ان هي معلومات عامة، هي كمان بتأثر علينا وهتحطوكوا كمان في موقف كويس لما تبقوا بتعرفوا على شخص جديد، وبالذات لو شخص هو كمان مثقف هيقدر قد ايه انتوا عندكم المعلومات ديت، وهتلاقوا كمان حاجات تتكلموا فيها بدل ما يبقى الكلام في لحظات سكوت كده awkward moments احنا مش عارفين نقول ايه علشان انا ما عنديش حاجة اقولها. عايزة اقول لكم انه كل نقطة من النقط اللي انا بتكلم فيها دي لما تعملوها هتلاقيها بس مش بتأثر عليكم من ناحية النقطة نفسها، بتأثر بقى على احساسكم انتوا بنفسكم وثقتكم بنفسكم. انتوا هتفهموا قصدي، انتوا هتحسوا ان انتوا واحدة واحدة بتتطوروا وبتكونوا شخص تاني، هتلاقوا طريقتكم في التفكير وفي الكلام وفي كل ده بتتغير، هتحسوها في كل حاجة. بس دي مش بتيجي من التمثيل، مش من الكلام، دي بتيجي من شغلكم انتوا على نفسكم وشخصيتكم. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، مفيش حد مهم في حياتكم قدكم، فانتوا لازم تدوا نفسكم الوقت ده لان انتوا اولى بيه من اي حاجه. طيب ولو انا دلوقتي مثلا بزهق من فكرة انه انا اتابع الاخبار سواء في مجالي او في العالم عموما او كده، كل ده ممكن يتحل بان احنا على السوشيال ميديا بدل ما احنا بنعمل فولو لحاجات ملهاش لازمة كتير، احنا ممكن نبتدي نعمل فولو لمصادر موثوقة، وده هو هيبقى مصدر معلوماتنا. ولو الالجوريزم مش بيبين لكم الحاجات اللي انتوا بتعملوا لهم فولو، في الهوم بيج فوق هتلاقوا مكتوب انستجرام، دوسوا عليها هتجيب لكم فولوينج، هتدوسوا على فولوينج هتجيب لكم الحاجات اللي انتوا عاملين لها فولو. اما بقى بالنسبه للمعلومات عن طريق القرايه، فمش لازم ان احنا معلوماتنا ناخدها عن طريق القرايه، لان انا من الناس اللي ما بحبش اقرا. بس الايام دي بقى المعلومات موجوده باشكال كتيره ومتنوعه، اللي بيحب يقرا يقرا، اللي ما بيحبش يقرا يتفرج على دوكيومنتريز، يتفرج على فيديوهات، يسمع بودكاست، يسمع راديو. يعني المعلومات موجوده بطرق كتير قوي دلوقتي، محدش عنده حجه. النقطه اللي بعد كده افكارنا والاوفر ثينكينج، وانا هتكلم بقى على الاوفر ثينكينج شويه هنا يعني حلوين. الاوفر ثينكينج تقريبا عند الجيل بتاعنا كلنا ومش عارفين نتخلص منه، بس احنا بقى عايزين ان احنا يعني نستفيد بيه. طيب نستخدمه لصالحنا، نعمل بيه ايه الاوفر ثينكينج ده؟ وعلى فكره ليه فوائد كتير جدا وانا بستخدمه كتير قوي، وهقول لكم انا بعمل بيه ايه. بس مشكله من مشكلات الاوفر ثينكينج انه ساعات بيخلي ناس تفضل تفكر انا حصل لي كذا زمان، ونقعد بقى قاعدين نعيد ونزيد في اللي حصل واللي خلص. وزي ما بقولكوا خلص، ما تضيعوش وقتكم في حاجة خلصت، عيشوا دلوقتي. خلاص حاجة حصلت وخلصت ايا كان، حلوة وحشة، الحلو احتفلنا بيه وخلصنا، مش هنقعد نحتفل بيه بقية حياتنا. الوحش كلنا حصل لنا موقف وحشة، وكلنا بيحصل لنا وهيفضل يحصل لنا موقف وحشة لان احنا عايشين، وهو ده الطبيعي. ففكرة ان انا بقى كل يوم اصحى ابدا افكر في حاجة قديمة واضيع فيها وقتي، زي ما قلت لكم بضيع فيها وقتي. الكلام بسيط جدا فعلا بجد وواضح، بس احنا ساعات بنحتاج حد يفكرنا. وانا على فكرة عادي، انا زي ما بعمل بودكاست دي انا بسمع بودكاست تانية لغيري، وبحتاج برضو ان حد يفكرني. من ضمن بقى الاوفر ثينكينج ان احنا ساعات بيخلينا نخاف ندخل الموقف، لانه ايه اللي هيحصل مثلا لو انا دخلت وكلمت مع حد ورفضني مثلا او ما حبنيش. انا هقول لكم حاجه بواقع دراستي وشغلي، فمن سنين كتير قوي لحد النهارده ساعات كتير بحتاج ان انا ابروتش ناس،
ان انا اروح ابدا اتكلم مع الناس واطلب منهم ان انا اصورهم، او لو عايزين ان هم يتصوروا معايا. طبعا احنا عارفين الناس والكاميرا وكده ومش بتكون حاجة سهلة خالص، ومن ضمن ما حد بيرضى في بجد كتير قوي ما بيرضوش، او الاغلبية ما بيرضوش، وما بيرضوش يعني هيقولوا لكم لا. وفي ناس بتقول لا بطريقة هادية وعادي، لا شكرا مش عايزة اصلا انا بتكسف مش عارفة ايه. وفي ناس تانية بتبقى اللي هي اجريسيف شوية، لانه هم ما عندهمش وعي ذاتي او ثقة في نفسهم، بقى كل حاجة محتاجين يتفرجوا على البودكاست دي. في ناس بتبقى اللي هي لا انا مش عايزة اتصور مش عارفة ايه كده، يعني اللي هو مش اجباري، يعني عادي اللي مش عايز يتصور ما يتصورش. بس الموقف ده او السيتويشن ده على مر السنين خلى جوايا احساس ان انا يعني زي كسر حاجز كده، فاهمين قصدي؟ بقيت ان انا زمان مثلا كان ممكن لما حد يقول لي لا اللي هو ايه ده، قال لي لا انا خايفه خلاص انا مش عايزه اجرب، مش عايزه اعملها تاني. دلوقتي مع الوقت من كتر ما خلاص اتعودت على الموقف، مش بس ما بقتش بهتم للي يقولي مثلا لا مش عايزه اتصور ايا كانت الطريقه بقى، لانه كده كده مش هضيع وقتي في طريقه قالها لي ازاي، دي حاجه ما تهمنيش، يعني انا عايزه اصور وخلاص. بس غير موضوع بقى التصوير، انا جوايا كمان كسر عندي حاجز ان انا ابقى خايفه من الرفض عموما. عادي ممكن اروح اكلم اي حد في الشارع عشان انا عايزه ابقى اعمل صحاب، مثلا ممكن ابقى واقفه في طابور او حاجه اكلم البنت اللي ورايا اللي قدامي اسالها سؤال اسلم عليها مش عارفه ايه. في ناس بتبقى لذاذ، وفي ناس بالنسبه لهم بيبقوا لا انا مش عايزه ابقى صاحبتك. فالرفض لما يحصل ما تفضلوش حاطينه في دماغكم، وما تخلوهوش ان هو يوقفكم ان انتوا تدخلوا وتاخدوا فرص، لانه زي ما ساعات ممكن الفرصه يبقى فيها رفض ممكن يبقى فيها قبول. ممكن ناس تقبلكوا، ممكن ناس تحبكوا، ممكن تعملوا صحاب، ممكن تعملوا معارف، ممكن يجيلكوا شغل. خلوا ده اللي في بالكوا، يعني انتوا دلوقتي لو اترفضتوا انتوا مش هتخسروا حاجة، الموقف كل الناس مشغولة وكل الناس بتنسى، لكن لو اتقبلتوا انتوا هتكسبوا كتير قوي. ايا كان الموقف، انا مش عايزة احدد موقف علشان ما بقاش بربطه بحاجة معينة، لانه الفكرة مش في موقف واحد، الفكرة في ان انتوا تدخلوا وان انتوا يبقى عندكم الثقة ان انتوا تدخلوا وتجربوا في اي موقف ايا كان. وما تخلوش فكرة اللي هو لو قالوا لي لا ايه اللي هيحصل. بجد ممكن حاجات كتير قوي تضيع مننا بسبب فكرة ان هو لو اتقال لي لا. حاجة تانية بقى في الاوفر ثينكينج ممكن ان احنا نستخدمها لصالحنا، وهو ان انتوا دايما تكونوا مستعدين. هتقولي لي يعني ايه قصدك نكون مستعدين؟ مستعدين يعني مثلا لو احنا عندنا حاجة في الشغل تاني يوم نبقى جاهزين بكل اوراقنا، جاهزين بلبسنا، جاهزين بالريسيرش بتاعنا، لو محتاجين ان احنا ندور على حاجة عارفين احنا هنتكلم في ايه، حتى لدرجة ان انتوا لو هتتخيلوا المواقف اللي ممكن تحصل والردود بتاعتكم هتكون عليها عاملة ازاي. انتوا مش متخيلين كمية المواقف الصعبة اللي اتحطيت فيها، وواحد منهم حصل مؤخرا والموضوع بقى فيه سيستم قوي جدا وكده، بس من كتر الاوفر ثينكينج وتفكيري في المواقف والردود كل حاجة عدت. استخدموا الاوفر ثينكينج لصالحكم بجد، ودايما خليكوا جاهزين زي ما قلت لكم. بس مش هتكلم في النقطة دي اكتر من كده لان هي مش محتاجة رغي. خش على النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بقى ان انتوا تخلوا بالكم مين الدايرة بتاعتكم. الدايرة بتاعتكم ممكن تبقى ناس تخليكوا تبقوا احسن، او ممكن يبقوا ناس تخليكوا بجد ترجعوا لورا قوي. من فترة قريبة اتعرفت على بنتين لطاف جدا وبجد لذاذ وكل حاجة، وانا في مخيلتي ان انا كنت واصلة لحتة كويسة في ناحية الشغل وفي حياتي وفي كل حاجة. بس البنتين دول بجد هما جمال جدا وشاطرين قوي ومثقفين، بيتكلموا لغات كتيرة، كل حاجة بجد حلوين جمال كل حاجة. انا بالنسبة لي لما خرجت مع البنات دول رجعت حاسة ان انا مبسوطة ان انا اتعرفت على ناس كويسة، وابتديت احس ان انا اللي عملته مش كفاية، وان انا اللي انا عايزة اعمله وبكسل اعمله كل يوم، زي مثلا ان انا اشتغل على ان انا اتعلم لغات جديدة،
وبكسل ساعات اعمله ان انا لازم اعمله. وده تأثير الدايرة اللي حواليكوا، لو هم ناس كويسين انتوا كمان دايما هتلاقوا ان انتوا بتطوروا من نفسكم وبتحسنوا من نفسكم عشان تفضلوا على نفس الليفل بتاعت الدايرة بتاعتكم. لو الدايرة بتاعتكم ناس على طول محبطة، على طول نيجاتيف انرجي، مشاكل، شكاوي، هتلاقوا نفسكم في نكد. وده ياخدني نقطة مهمة، ما تدوش اكسس ليكوا لكل الناس. يعني ايه ما تدوش اكسس ليكوا لكل الناس؟ يعني مش كل الناس تقدر توصل لكم وتقعد معاكم وتاخد من وقتكم وتضيع من وقتكم ومن الانرجي بتاعتكم. اختاروا الناس اللي حواليكم، ولو انتوا مفيش حواليكوا ناس كويسة، الاحسن صدقوني ان انتوا تبقوا لوحدكم عن ان انتوا تبقى حواليكوا ناس مش كويسة. وما اقصدش بان انتوا تبقوا لوحدكم ان انتوا هتبقوا ناس وحيدة وتفضلوا في الوحدة، لا، بس تبقوا لوحدكم وتبدأوا تبنوا الدايرة بتاعتكم الكويسة اللي انتوا تستاهلوها، اللي هتحسن منكم قدام. النقطة اللي بعد كده حاجة قلتها في الفيديو اللي فات وهقولها تاني، بس هديكوا فيها يعني شوية examples كده. الشكل مهم، الشكل هو اللي هيدينا ثقة بنفسنا. وما قصدش الشكل الخارجي، الشكل ده بيبدأ أولا من النظافة الشخصية وبعد كده الشكل الخارجي. الشكل بقى الخارجي عشان برضو أكون واضحة، ما قصدش بيه إنه ان احنا نبقى لابسين حاجة براند او حاجة غالية. اولا اهم من نلبس براند او حاجة غالية هو ان الحاجة تبقى لايقة عليا والستايل بتاعها ماشي مع شكلي ومع جسمي ومع شخصيتي ومع المكان وكل الحاجات دي. تاني حاجة لازم تعرفوها ان اي حد لما بيلبس براند ده في الاخر قطعة، انت بني ادم، فانت اللي بتدي قيمة للقطعة دي او الحاجة اللي انت جبتها. وهديكم مثال للي انا قلته ده في حاجة بسيطة جدا، انه الشركات لما بتحب ان هي تسوق لمنتجها بتروح لناس ذو قيمة وتقول لهم احنا عايزينكم تلبسوا اللبس ده او تركبوا العربية دي او كده. ليه؟ لانه الناس لما هتشوف الشخص الناجح ده لابس الحاجة دي او بيعمل الحاجة دي هيبقوا هم كمان عايزين يعملوها. فتاني، ليه هم عايزين يعملوها؟ عشان الشخص الناجح لابسها او عشان الشخص الناجح عنده. فمين في الاخر اللي ادى قيمة للحاجة؟ هو البني ادم. مش لازم بقى تستنى لما تبقى ناجح عشان انت تبقى عندك العقلية دي. انت كبني ادم عموما اكيد اهم من اي حاجة ايا كان تمنها او اسمها او هي بتعمل ايه. تاني حاجة بقى، اللبس بالذوق والستايل بتاعه مش بمكتوب عليه ايه. بالعكس، احنا هنشوف انه اغنى ناس وانجح ناس معظم الوقت بيلبسوا حاجات بسيطة جدا او بيسك جدا، بس هم شكلهم مرتب. ده اللي اقصده بالشكل، ان هم يبقى شكلهم مرتب، لابسين حاجة نظيفة، حاجة لايقة عليهم، شعرهم، نظافتهم. ده اللي انا اقصده بحتة الشكل. ما اقصدش ان احنا نروح نجيب ساعة غالية او لبس غالي لحد لما نقدر نجيبه. طبعا احنا لما نقدر نجيبه مفيش مشكلة، بس ما تخلوش ده بريشر عليكم. يعني مش بقولكم ما تشتروش برضو الحاجات دي، لو هتفرحكم جيبوها وقت ما تقدروا، لكن ما تحطوش بريشر عليكم ان انا لازم اعمل الحاجة دي عشان ابان في طبقة معينة. وعشان اقول لكم بجد، انا مش بقول كلام وخلاص، انا من الناس اللي بشتري الحاجة اللي عجباني. ممكن تبقى تمنها بسيط جدا وممكن تبقى غالية لو اقدر اشتريها، لو ما اقدرش اشتريها خلاص مش هضغط نفسي ان انا اقول ان انا عايزة الحاجة دي. يعني يمكن قدام لما اقدر اجيبها هبقى اجيبها، لكن دلوقتي خلاص. وعايزه اقول لكم انه حاجات كتير من اللي بلبسها اللي بتعجب الناس انا بجد جايباها بتمن محدش هيصدقه. مش لازم بقى تطلعوا اول ما حد يقول لكم حلو التيشيرت ده، ده انا جايبه ب 2 جنيه 2 دولار، ايا كان انتوا عايشين فين، شكرا وخلاص. الناس اللي ما يعرفوناش مش لازم ان هم يدخلوا في تفاصيل حياتنا قوي كده. واخر حاجه هقولها لكم وليها علاقه بالنقطه اللي انا بتكلم فيها، الحاجات اللي بنعملها فولو على السوشيال ميديا بتاثر علينا بشكل كبير جدا. اختاروا الناس اللي انتوا تعملهم فولو. حلو ان احنا نقارن نفسنا بالناس بطريقه صحيه، لكن لما الموضوع يبقى بطريقه ان هي تجيبنا لورا وتجيب لنا اكتئاب وتحسسنا ان احنا فشلة وان احنا ما بنعرفش نعمل حاجة وان احنا وحشين، لانه زي ما قلت لكم حتى لو احنا دلوقتي في مرحلة وحشة ومش عارفة اعمل حاجة، ده مش معناه ان انا هفضل كده على طول.
وعامة يعني أي حد بيتفرج على فيديوهات زي دي بيبقى أكيد عايز يطور من نفسه ويحسن من نفسه، وده معناه إن انتوا أكيد هتوصلوا لحاجة طول ما انتوا بتحاولوا. ده كده كل حاجة عندي للفيديو ده، وأنا شفت الكومنتس بتاعتكم الفيديو اللي قبل كده وبجد أنا اتبسطت بيها قوي، وكل كومنت اتكتب لي والافكار اللي انتوا كمان عايزينها انا هعملها. انا بس بجهز لها علشان احط فيها كلام يبقى فعلا مفيد، ولما تتفرجوا عليه تحسوا ان انتوا استفدتوا حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا بتسمعوا البودكاست دي على اليوتيوب. اشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.